في كونسبت مهم في السوفت وير اسمه البيور فانكشن. البيور فانكشن دي هي فانكشن بسيطه جدا، من اسمها واضح ان هي بيور يعني بريئه. هدفها ان انت كل مره هتدخل لها نفس الانبوت هتخرج لك نفس الاوتبوت. اللوجيك بتاعها بسيط جدا، كالكوليشن بسيطه قوي، ما بتغيرش في اي اوبجكت، ما بتغيرش في اي فاريبلز بره، ما بتعملش اي حاجه مختلفه. هي كل مره هتديها انبوت ابن حلال كده هتخرج لك اوتبوت ابن حلال زيه بالظبط. طيب المبدأ ده مين اللي مستخدمه؟ اللي مستخدمه هو الرياكت بتعتمد على انك بتكتب كل الفانكشنز بتاعتك على ان هي بيور فانكشن، يعني ما بتعملش اي تعقيدات، بترندر حاجه بسيطه جدا، وفي نفس الوقت كمان مش بتغير في اي حاجه جنرال من بره. لو انت بقى مستخدم الستريكت مود في الرياكت هتلاقي دايما ان بيعمل ايه، هتلاقيه بينده على الميثودز بتاعتك او الفانكشنز بتاعتك مرتين، وده علشان يتاكد ان في كل مره هو نده عليها طلعت له نفس الاوت. طبعا الريندرنج ده او الكول ده ما بيحصلش الا بس على مستوى الديفلوبمنت، يعني في البرودكشن مش هتلاقي ده بيحصل. بس هل بقى الكلام ده معناه ان انا مش هعرف اغير في اي حاجه؟ يعني طب ما انا عندي ستيت، عندي بروبس، عندي حاجات بتتغير، هل معنى كده ان عشان اخلي الحاجه بيور او اخلي الفانكشن بتاعتي بيور ان انا ما اغيرش في الحاجات دي؟ لا مش بالظبط. جوه الفانكشن في حاجه اسمها local mutation او little secret of your component، يعني الكومبوننت بتاعتك جواها عندها سر صغير، ودي الحاجه اللي هي بتتغير مع الوقت. السيكريت ده هو الفاريبل او الاوبجكت اللي انت معرفه جوه الفانكشن بتاعتك وبيتغير مع الريندر بتاعه. وطبعا دي حاجه مسموح ان انت تستخدمها طول ما الفاريبل ده ما بيغيرش حاجه بره الريندر او بره الفانكشن بتاعتك.